يا أهلا بيك يا صديقي في فيديو جديد. طبعا في الفيديو ده هنتكلم عن شوية معلومات بسيطة كده عن الميموري. وطبعا الميموري هنتكلم عنها كتير قوي، وانت عارف ان السي بلس بلس من اللغات اللي بتهتم قوي بالميموري مانجمنت، فلازم طبعا نتكلم عنها كتير. وبيني وبينك انت النهارده عشان تتأسس كويس وعشان تبقى فاهم تفاصيل في أساسيات البرمجة لازم كل شوية أديلك معلومة جديدة عن الميموري. فيلا بينا نشوف ايه هي انواع الميموري اللي موجود عندنا. اتفقنا ان خلاص ان الميموري هو المكان اللي بتسجل فيه المعلومات بشكل مؤقت طول ما البرنامج شغال. اتفقنا حلو قوي. طب هي الميموري دي ليها انواع او ليها يعني متقسمة بطريقة معينة؟ الاجابة بص يا سيدي، انا عندي نوعين من الميموري. عندي اول حاجة اسمها الستاك، ودي اللي بيتسجل فيها كل البيلت ان داتا تايبس. كل البيلت ان داتا تايبس انا اتكلمت عنهم من شويه، لما بيجي بيتعرفوا جوه الستاك. وطالما هي كلمه ستاك دي لو جينا ترجمناها بالعربي هتلاقي معناها الشوال. انت لو عندك شوال تمام، بتحط فيه الحاجه ازاي؟ الحاجه اللي بتتحط الاول هي اللي بتطلع في الاخر. يعني مثلا انا لو معايا شوال والشوال ده حطيت فيه مجموعه حاجات، اخر حاجه انا حطيتها في الشوال هي اللي انا هقدر اشيلها، واول حاجه حطيتها هي اللي في القعر تحت دي اخر حاجه هتطلع. بيشتغل بنظام الليفو اللي هي ايه؟ لاست ان فيرست اوت. لاست ان اخر حاجه بتتحط، هو اول حاجه بتخرج. ودي بتستخدم لتخزين المعلومات البسيطه، وبتستخدم لتخزين البيانات الغير معقده. وفي الغالب اداره الستاك بتتم عن طريق الكومبايلر اوتوماتيك، ما بتحتاجش ان انت تتدخل فيها كتير. والهيب دي بقى دي قصه كبيره جدا بقى. الهيب هي جزء في الميموري، وهو جزء ما بيتخزنش فيه الداتا بشكل منظم زي الستاك بتخزن فيه الحاجات فوق بعضها وبشكل منظم، اما الهيب بتتخزن بشكل عشوائي. وبتستخدم الهيب لتخزين الحاجات المعقده او الداتا الكبيره، الداتا اللي هي مثلا زي مثلا الكلاسز مثلا وحاجات زي كده. ولازم انت اللي تدير الهيب بنفسك، يعني الهيب انت اللي بتتعامل معاها بنفسك، وانت اللي بتفضيها لوحدك، وانت اللي بتملاها لوحدك وكل حاجه. فدي هنتعرض لها جدا جدا في المستوى الثاني طبعا من الكورس، واللي هيكون فيه التعامل بشكل كبير جدا مع البوينترز ومع الكلاسز والكلام ده كله. وطبعا انا زي ما قلت لك انا بحب دايما اوري لك الصوره كامله، واللي هناخده دلوقتي ناخده، واللي هناخده بعدين نبقى احنا عارفينه، بحيث ان لو انت من الطلبه الشاطرين قوي وحبيت ان انت مثلا تسيرش مثلا في حته او تسبقني في حته في وقت ما في اخر الكورس، طبعا ما تسبقش دلوقتي عشان ما نتلخبطش، خلاص تبقى انت عارف انت ممكن ايه، انت بتسيرش على ايه او بتعمل ايه بالظبط. كلام جميل. تعال نشوف مثال عن التو ميموري. الستاك عامله زي كده، هو مربع والحاجه بتترص فوق بعضها. الهيب يعني قريبه من الشكل ده، والحاجه بتتحط فيها بشكل عشوائي. انا لما بعرف مثلا variable مثلا integer age بالشكل ده، ايه اللي بيحصل؟ بيروح يتعرف مكان في الميموري اهو، النيم اسمه age، ده اسم الفاريبل، السايز بتاعه 4 بايتس، وده الادرس بتاعه في الميموري. اي حاجه بتتعرف في الميموري يا جماعه بيبقى ليها ادرس ده عنوانه في الميموري. العنوان ده انا اكيد مش هستخدمه كده في الكود، انا لو كتبت كده في الكود انا هتعقد، فانا لازم استخدم الكلمه اللي انا عرفتها اللي هي الايدج، اللي هو اسمه ايدج. الايدج ده اللي انا هستخدمها في الكود عندي، ده الاسم اللي بستخدمه عندي في الكود. والسايز ده المساحه اللي اتحجزت في الميموري، والادرس ده المكان بتاعي في الميموري. طب الفاليو موجوده جوه هنا. قبل ما بحط القيمه بتبقى هنا قيمه عشوائيه، يعني قيمه ديفولت كده. اول ما بحط القيمه بتاعتي بخليها تساوي 20، بص اللي بيحصل في الميموري ايه؟ بتتشال القيمه اللي هي الديفولت دي وبيتحط عندي القيمه اللي هي 20. ده اللي بيحصل في الميموري بالظبط لما بعرف فاريبلز. طيب مثال تاني، بص يا سيدي، انا دلوقتي عندي دبل سالري. ايه اللي هيحصل في الميموري؟ هيتعرف فاريبل جديد في الميموري، هياخد ادرس جديد، كل فاريبل ليه ادرس مختلف في الميموري، والاسم ده اللي انا بشتغل بيه في الكود. والسايز بتاعه قد ايه؟ السايز بتاعه 8 بايتس، ده السايز بتاع الدبل. طيب هايل جدا. هل انا حطيت فيه قيمه؟ ما حطيتش، فبيحط هو قيمه ايه؟ قيمه ديفولت. اول ما بحط فيه قيمه بالشكل ده، بص اللي هيحصل في الميموري ايه؟ اللي هيحصل في الميموري ان القيمه دي هتتغير وهتحط القيمه اللي ايه؟ اللي انت كتبتها عندك في الكود. ده بشكل عام مقدمه عن الميموري وانواعها وايه اللي بيحصل فيها لما بعرف الحاجه. طب ايه بقى اللي بيحصل لما الميثود بتاعت المين تخلص، او بيقولوا يعني لما القوس اللي انا واقف فيه يخلص؟ تعالى بس افرجك على حته صغيره كده وهحاول افهمها لك بسهوله ان شاء الله. بص يا صديقي العزيز، شفت الميثود بتاعت المين؟ الميثود دي في قوس فاتحها اهو وفي قوس قافلها اهو، صح؟ اول ما القوس ده بيتقفل كل الحاجات اللي اتعرفت هنا في الميموري بالكامل اوتوماتيكلي بتتشال، بشرط انها تكون متخزنه في الهيب. طيب انا هعرف منين انها متخزنه في الهيب ولا متخزنه في الستاك؟ كل الداتا تايبس اللي احنا اتكلمنا عنها دي اتفقنا ان هي متخزنه في الستاك. ده معناه ان الحاجات دي هتتشال اوتوماتيكلي من الميموري. اما لو الحاجه كانت متسجله في الهيب، يعني كانت بوينتر او كانت كلاس او ايا كان، فبالتالي انت هتحتاج ان انت تمانج الكلام ده بنفسك، هتحتاج ان انت تشوف الكلام ده، تحرر المساحه اللي اتحجزت في الميموري
بنفسك وبطريقتك الخاصه. فاوصل اقول لك ايه، ان امتى الحاجه بتتشال من الميموري؟ لما بنخلص ايه؟ لما بنخلص القوس ده. القوس ده في البرمجه عندنا بنسميه السكوب. موضوع السكوب ده هنتكلم عنه بالتفاصيل في المحاضره اللي جايه، بحيث بس اعرف اشرحه لك بتفاصيل اكتر. اللي انا عاوزك تفهمه بس لحد دلوقتي ان اول ما بخلص المين كل ده بيتشال من الميموري والموضوع بينتهي تماما. يا رب يكون الفيديو كان مفيد بالنسبه لك وكان سهل، واشوفك على خير في الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.